السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد الكيكه من اروع ما يكون ديال تحمار الوجه. يمكن لكم تقدموها للضيوف ديالكم او لا تصاوبوها غير الاسره الصغيره ديالكم. الكيكه ديال اليوم سهله في التحضير، ما فيهاش قوه المقادير وكتوجد بسرعه، والاهم من هذا انها لذيذه بزاف. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير في بقيه الفيديو. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو تحضير الكيكه ديالنا. في واحد البول غادي ندير 4 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم السكر سنيده. عندي هنا كاس اللي ما عامرش، يعني نقصو شويه لان من بعد غنستعمل السيرو ديال الاناناس حتى هو حلو شويه. اذا بالنسبه ليا تقريبا بحال هكا كاس قل ربع كافي. مازال غنزيد الحلاوه في داك السيرو كيف ما قلت. غادي ندير واحد الكيس ديال السكر فاني، واحد القبيصه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط هاد المكونات نطربهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نزيد كاس ديال زيت نباتيه حتى هو ميكونش عامر بزاف. نعاود نخلط المكونات مع بعضياتهم مزيان. غادي نزيد نص كاس ديال الحليب والبيض وجميع المكونات يكونوا بحراره المطبخ باش الكيكه ديالنا كتطلع مزيان. عندي هنا داك السيرو اللي كان في الاناناس معلب، غادي ناخذ منه قياس نص كاس. الباقي غنحتفظ به باش من بعد ملي نخرجوا الكيكه ديالنا من الفران كنسقيو به. اذا فغادي ناخذ قياس نص كاس تقريبا، والباقي غنخليوه كما قلت نسقيو به. نعاود نخلط. غير هاد السيرو الريحه ديالو زوينه، غيعطي واحد النكهه قويه ديال الاناناس. اذا صافي دابا غادي نمشيو نزيدو النواشف للكيكه ديالنا. غادي نبدا كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنغربل. غنضيف اول كاس، غادي ندير معاه 2 ديال لي ساشي ديال خميره الحلويات ديال 8 غرام. اذا غادي نخلط وغنستمر في اضافه الدقيق حتى كنحصل على القوام المطلوب ديال الكيكه ديالي. اذا هذا هو القوام ديال الكيكه ديالي اللي كنحصل عليه. انا درت بالضبط 2 كيسان وزدت مازال كتر شويه من نص كاس، يعني 2 كيسان ونص وواحد شويه. غادي ناخذ واحد المول اللي غندخلو الفران. درت انا هذا بشكل مستطيل، كندهنو مزيان بالزبده، كنرشو بالدقيق وكنخوي الخليط ديالي. حاولوا دائما تهزوا يديكم عاد تكبوا الخليط. شوفوا معايا القوام كي داير. في هاد الوقيته انا مسخنه الفران. ملي غادي نساليو غندخلو الكيكه ديالنا طيب على 180 درجه، تكون العافيه غير من التحت. تقريبا تاخذ لنا واحد 40 دقيقه بحال هكا، يعني كل وحده راه كتعرف فرانها. انا كنعطيكم الوقت بالتقريب. من بعد ملي كطيب وكتحمر من التحت مزيان كيمكن لكم تشعلوا عليها من الفوق تاخذ واحد اللون شي شويه محمر. اذا دابا غادي ناخذ هذوك شرائح ديال الاناناس وكنحطهم بحال هكا في الكيكه ديالي، وما راه غيهبطوا. المهم انها ملي كطيب
كيجي داك الاناناس لداخل كيعطي واحد التعليكه، واحد المذاق جد رائع. كلمسه اختياريه غنزيد شويه ديال لي بيبيت دو شوكولا، كنرشهم بحال هكا حتى هما غيهبطوا ليا في الكيكه ديالي. ما توفروش ولا ما بغيتوش ديروهم، راه غير داك الاناناس راه كيعطي مذاق جميل جدا. صافي غندخل الكيكه ديالي طيب ونرجعوا باش نشوفوا الشكل ديالها ملي تخرج من الفران. اذا هذه الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران راه باقيه سخونه. غادي ناخذ هذاك السيروب اللي عندي ديال الاناناس، غادي نسقيها به مزيان باش كتجينا الكيكه فتيه ومنديه مزيان. بغيتو ما تسقيوش خليوها بحال هكاك، غير الكيكه دائما ملي كتسقى كتكون احسن يعني في المذاق وفي الطراوه ديالها. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، جات من اروع ما يكون فتيه. هذاك الاناناس عطاها واحد التعليكه، واحد المذاق جد رائع، كذلك لي بيبيت دو شوكولا زادوها لذه. نتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تعجبكم بزاف، تعجب وليداتكم وتعجب ضيوفكم ان شاء الله. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، تخليو تعليق، تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شيء واحد اخرى.